السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي راكم دايرين؟ كي داير احوالكم البنات؟ كلشي بخير الحمد لله. اليوم البنات بغيت ندير معاكم واحد الخبز، خبز الفرماج بالفرماج. البنات هذا الخبز والله العظيم بالتجربه درتها شحال من مره، ولكن ما نقول لكمش يجي روعه روعه روعه، ومنه نوعوا به في الطابله تاعنا. كما راكم تشوفوا هنا البنات، انا هنايا عندي كاس تاع حليب، كاس شوب هاو كبير تاع قهوه معمر حليب. وهذا الحليب حميته، راه حامي، ماشي دافي، فات الدفا، يعني ماشي مغلي في نفس الوقت، ماشي غير حامي شويه هكا. كما راكم تشوفوا هنا البنات، انا عندي فرماج. انا غادي ندير غير 4 تاع قطع تاع فرماج، ولا ندير 5 يعني على اسمه. ودروك نحاول. المهم البنات انا ما عطيتكمش المقادير كاع، غادي تتبعوا معايا الخطوه بخطوه حتى لين تحصلوا على النتيجه كاع. الحليب درنا حامي باش يذوب لي الفرماج، مع العلم الفرماج راه بارد شويه كان فريجيدير، يعني اوتوماتيكمون غادي يذوب لي الحاجه دي، غادي يبرد لي الحليب شويه. نقعدوا نخلطوا في هذا الفرماج مع الحليب حتى تقريبا يذوب ويتجانس معاه شويه، فهمتوني؟ وها انتم معايا. كما راكم تشوفوا البنات، بعد ما ذاب لي كاع الفرماج مع الحليب، دروك نزيدوا المقادير الاخرين. عندي راس مغرف ملح، ما تنساوش بلي الفرماج فيه الملح، مغرفه صغيره معمره سكر، ودروك غادي نزيد الخماره. كما راكم تشوفوا، ها وحده، ها زوج، وغادي نزيد غير واحد شويه على خاطرش على حسب الجو اللي راه عندنا بارد. البنات الشتا طايحه عندنا، هاي جايبه من البارح، ما شاء الله تبارك الله، اللهم اجعلهم غيثا نافعا. نخلطوا كلش مع بعض البعض كما راكم تشوفوا بهذا الشكل، باش الحبيبات تاع الخماره تبدا تذوب لنا بهذا الشكل. كما راكم تشوفوا الخماره تفاعلت لي شويه مع الحليب. دروك البنات غادي نزيدوا الزيت، لكم الاختيار، اما ديروا زيت الزيتون ولا الزيت العادي تاع الزيت تاع المائده، لكم الاختيار. انا عندي زيت الزيتون يعطي نكهه احسن واقوى. مهم لا اللي عندكم، ماشي شرط زيت معين. غادي ندير 4 مغارف تاع زيت كما راكم تشوفوا. الثالثه نزيدوا الرابعه، هادو هما الربعه تاعنا. نخلطوا مليح. حتى يندمج كلش مع بعضها البعض. ودروك البنات غادي نزيد حبه بيض، غادي نزيد حبه بيض بهذا الشكل. ودروك نضربوا تاني هذيك البيضه مع الخليط تاعنا مليح تندمج مليح معاهم. ودروك نبداو نديرو في الفرينه تاعنا ونلموا هذا الخليط. كما راكم تشوفوا غادي نزيد الفرينه. انا غادي نستعمل هذه المغرفه كبيره عندي، نديرو غير بشويه، ما نديروش بكميات كبيره، ورانا نلمو فيه. وفي ذي الاونه نزيدو لاليفيور، خماره تاع الكاطو مع الفرينه، هانتوما. ونبداو نخلطو كلشي مع بعض البعض كما راكم تشوفوا. تاعي نسمها، لكم الاختيار باش بغيتو تنسموها. كاين اللي بغى يدير الزعتر، كاين اللي بغى يدير حبوب. انا غادي ندير البنات القزبر. انا بغيت ندير القزبر. القزبر يعطيها من الداخل واحد المنظر، وما نقولكمش على البنه، يمكن تجيكم شويه غريبه، مي النتيجه بهذا الشكل.
شوفوا البنات، انايا حطيتها هنايا في البوطاجي تاعي وراني ندي فيها العجينه هذه. البنات ما تنعجنش، تلتم برك، غير تلتم غير هاك. ونقطه واحده اخرى، العجينه ما تكثرولهاش الفرينه باسكو تحصل، يعني تعيا ما ديريها في الفرينه غادي غير تقصحيها بزاف، يعني وانا ماذا بيا تبقى لنا هكاك شغل طريه تحصل في اليدين، فهمتوني؟ ما بغيناهاش ناشفه كيما راكم تشوفوا. انا غير راني نلم فيها بيديا هكا وصاي كيما راكم تشوفوا. شوفوا البنات تحصل، يعني حتى تنتفخ وتعاود لذاك الوقت تتخمر. شوفوا البنات، هذه هي العجينه تاعي اللي بغيتها انايا كما راكم تشوفوا. ها هي نرجعها هنا، نغطيها ونخليها تخمر على راحتها وحتى نتلاقاو من بعد. ودروك كما راكم تشوفوا ها هو هنا البنات. انا هذه العجينه كانت انتفخت من قبل وهوتها وعاود خليتها انتفخت، يعني هذه المره الزوجه راني نعاود لها فيها باش كما راكم تشوفوا. انا غادي نقلعها نحطها هنا ونبدا. هنايا خصني غير نقطعها على هكا صغار، قطع صغار على حسب خبيزات صغار كما راكم تشوفوا. هذا كامل ندير على جهه ونخدم هذه الاولى. شوف انايا غادي نقطع هذا العجينه قطع صغار 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 صغار، وهانتوما معايا وتشوف بهذا الشكل هاك، بهذا الشكل كما راكم تشوفوا. ودروك نبدا. انا ما بغيتهمش كبار، بغيتهم غير خبيزات صغار بهذا الشكل. بهذا الشكل هكا خبيزات غير صغار، ونزيد نقطع الاخرين تاني هذا الزوجه كما راكم تشوفوا. هادو هما. ودروك كما راكم تشوفوا غادي غير هكا نلمهم وصاي بهذا الشكل. حتى نكمل كاع هاد الحبيبات. ها هما بعد ما كورتهم كاع ووجدتهم، ودروك نبدا نحل فيهم. ها انتم معايا. ودروك كما راكم تشوفوا انا نبدا نحلها. ضروري تستعملوا هذا الرولو باش يحل لكم العجينه. نحاولوا نحلوهم هكا على شكل مستطيلات طوال باش نجموا نرولوهم كما راكم تشوفوا. هذه هي. شوفوا البنات نرفدوا منا ونقعدوا نرولو فيهم هاك، نرولو حتى نوصلوا هنا، ومن نحطوهم في السنين نحطوهم على ذي الجهه هاك هذا الشكل. شوفوا فيهم البنات كما راكم تشوفوا، نحطوهم على ذي الجهه هاك هكا، ونخلوهم يعاودوا يزيدوا يخمروا. فهمتوا البنات؟ ونعاود ندير معكم حبه اخرى. كما راكم تشوفوا نبداو نلوو فيهم بهذا الشكل تنتحصلوا على هذاك، ونحطو تاني باش يزيد يخمر.
كما راكم تشوفوا البنات، ها هما هنا بعد ما خمروا لي مليح وفاضوا كما راكم تشوفوا. دروك انا هنايا عندي بيضه مضربتها، وعندي هادو هنايا عندي طوماطيس كما راكم تشوفوا، ها هي طوماطيس. عندي هنايا قطع صغار تاع فرماج، وعندي فلفله. لكم الاختيار، ديروا اللي تبغوا، فهمتوني؟ شوفوا نبداو نواسو في الخبيزه تاعنا بهذا الشكل هكا مليح كما راكم تشوفوا. ها مازال هاد الخبيزات يزيدوا يضاعفوا تاني في التخمار البنات، ما غاديش يقعدوا هكا. المهم انا غادي نوري لكم غير هاد الحبيبات. شوفوا البنات، جيبوا الفرماج. المهم البيض غادي يكون كيما شغل سمغ، غادي يلصق يقبض لنا كاع داك السمه. من نديروا طرف تاع طوماطيس مثلا، نديروا فلفله. لكم الاختيار، ديروا واش ما بغيتو بهذا الشكل. نزيدوا واحده اخرى مثلا قطعه هاك قطعه هاك. فرماج، لكم الاختيار، ديروا كما بغيتو بهذا الشكل حتى نكملوا كاع الحبيبات. في الاخير كما راكم تشوفوها هما وين الخبيزات تاوعي بعد ما خرجتهم انا درتهم في القلايه الهوائيه. شوفوا كي طابوا، كي داو اللون من الفوق ومن التحت. شوفوا الشكل تاعهم، وشوفوا حتى داك اللي درناه من الفوق. هنا البنات بغي نحل معاكم وحده باسكو انا من بعد غادي نعمرهم. هنا البنات راه عندي سخان، يعني ماذا بكم نتوما خلوهم حتى يبردوا. انا حليتها لكم شويه سخان. من يكونوا سخان هكا تحسبهم يبغوا يتفتوا، ضروري تخلوهم يبردوا. وهنايا عمرتهم كل واحد ويعمر باش ما بغى. مثلا انا ولادي جات في خاطرهم الطون بالمايونيز مع الطوماطيس والسلطه، وبيان سور البصل في الوسط. يعني وانتم لكم الاختيار، عمروا باش ما تبغوا كما راكم تشوفوا. نتمنى تكونوا تبعتوا كاع الخطوات البنات. نتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو تاع اليوم. البنات نشكر كاع اللي راهي ينضم عندي في القناه، نقول لكم شكرا شكرا شكرا. ونتمنى نكون عند حسن ظنكم. ما تنسونيش بالايجام، اعطوني تعليقاتكم، وان شاء الله الى فيديو جديد. نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.